السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حال وبصحة جيدة دايما يا رب. النهاردة هنعمله ايه بقى؟ هنعمله الجوافة وهنحطها في الفريزر عشان نعمله بيها عصير في رمضان ان شاء الله. نعمله بيها بتاع ده، هو تقولوا معايا نخلوها نخزنوها في اكياس، ولما نحتاجوها نطلعوها ونعملوها. لما يكون بقى مشيت هي جوافة نعملوها ان شاء الله. في اللي بيجيب 5 وفي اللي بيجيب 6 وفي اللي بيجيب 4 في اللي بيجيب 2، مش كله يعني. المفروض ان ايه اللي على قده حاجة بيجيبها ويعملها على قده. وادي احنا معانا اهو الجوافة زي ما انتوا شايفين كده اهيت. الجوافة هي جميلة وبيضة وزي الفل. هنقطعها كده نصين ان شاء الله كده اهو، وهنحطها هنا. بس لسه ايه، هنطلع قلبها ماشي، بس نقطعها الاول نصين كده اهو زي ما انتوا شايفين. وهنطلع ايه، وهنطلع دلوقتي ايه قلبها هنا اهو. بص اهي زي ما انتوا شايفين كده، انا بقطعها ايه نصين كده. وهي طبعا جميلة هي زي ما انتوا شايفين وحلوة وفي اوانها، عشان لما تخلص نطلعوها بقى ونعملوها العصير اللي انتوا ايه بتعملوه بتحبوه في رمضان. حد يضيف جايلك ممكن تعملوا له. لو انت ما عندكيش ايه، ما عندكيش العصير، ما عندكيش حاجة تانية دي كمان بتعملي له عصير جوافة بيبقى جميل وحلو زي ما انتوا شايفين كده اهي. ادي الجوافة كلها اهي، شوفوا زي القشطة كده وجميلة اهي وحلوة اهي زي ما انتوا شايفين كده اهي. طبعا احنا مش هنعملوها ايه بالبذر بتاعها، لانك انت هتطلعها من الفريزر على طول وتحطيها ايه تعمليها العصير اللي انت بتحبيه. هنا بنعمل ايه بقى بالمعلقة دي، بنطلع القلب ده كله بتاعها كده زي ما انتوا شايفين. بنطلعوه ايه كله هنا زي ما انتوا شايفين كده. بنطلع القلب بتاعها اهو. القلب كله بتاعها بيطلع، عشان لما تيجي تعمليها في الخلاط ما تصفهاش بقى تاني زي ما انتوا شايفين كده بنطلع القلب بتاعها اهو. زي ما انتوا شايفين كده القلب اهو بيطلع كله اهو، عشان لما تيجوا تعصروها وتعملوها في الخلاط ما تصفهاش بقى، بتبقى هي ايه كلها ايه القلب بتاعها البذر كله طالع اهو زي ما انتوا شايفين كده. بنطلع البذر كده بالمعلقة اهو، كله اهو بيطلع حلو من غير سكينة ومن غير حاجة اهو البذر اهو شايفينه كده اهو. نطلع البذر كده بالمعلقة كلها اهو زي ما انتوا شايفين كده اهي. ادي البذر اهو بيطلع حلو اهو جميلة، وهي ايه طرية اهي من غير ايه، من غير البذر من غير حاجة اهي، عشان تطلعيها جاهزة على طول على العصير. عشان طبعا انت بتطلعيها متلجة من الفريزر، مش هتقعدي بقى تفك فيها وكده، لا هي بتبقى ايه على طول بتفك معاكي لما بتتقطع كده والبذر بيطلع اهو. كل البذر طالع اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو كله اهو، كل البذرة اهو متخليش حاجة ببذرها، عشان تقدري تطلعيها بالكيسة بتاعتها وتحطيها على طول بالعصير او تحطي لها السكر. وطبعا احنا لما هنعملوها دلوقتي كده هتشوفوا هنعصروا عليها نص ليمونة عشان ايه ما تسودش وتفضل ايه بيضة كده وجميلة زي ما انتوا شايفينها اهي شايفينها كده اهو. كل البذر بتاعها انا بطلعه. ما اللي عايز يكتر بقى يكتر، واللي عايز يجيب على قده 2 3 زي ما انتوا عايزين. مفيش حاجة بتقول لا يعني، كله حلو، كله رضا من عند ربنا اهو زي ما انتوا شايفين كده. البذر بتاعها بيطلع اهو كله بالمعلقة، مش بسكينة كمان بالمعلقة اهي اهو زي ما انت شايف اهو
زي ما انتوا شايفين كلكم اهو. ادي ايه الجوافة اهي، قلبها بيطلع اهو، جميلة وحلوة اهو اهي. ادي القلب كله اهو بيطلع كده زي ما انتوا شايفينها اهو اهو. ادي ايه كل القلب ايه اهو طلع اهو. ان شاء الله هتعجبكم وهيبقى عصيرها جميل وحلو، احسن من الحاجات التانية، العصاير التانية اللي هي كاكولا والحاجات دي احلى منها وبتبقى مفيدة، وفي البرد بتطلع البرد وجميلة، فيها فيتامين وحلوة اهو. زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل ايه بقى تاني، انا بقطع بقى ايه دي كده ايه نصين كده زي ما انتوا شايفين اهي، نصين كده اوامك اهو، بقطعها نصين كده زي ما انتوا شايفين اهو، نصين اهو مقطعهم كده اهي حلوة زي ما انتوا شايفين كده، مقطعها نصين. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا طلعت البذر من الجوافة كله وقطعتها عشان ايه ارش عليها الليمون كده زي واعصر عليها الليمون كده عشان ايه ما تسودش في الفريزر. ادي الليمون اهو بعصره عليها كلها، وبفضي حبة هنا، بفضي حبة كده عشان اقلبهم بالليمون زي ما انتوا شايفين كده اهو اهو، زي ما انتوا شايفين اهو. ونعصر على الباقي تاني الليمون اهو زي ما انتوا شايفين اهو، الليمون اهو التاني اهو برضو اهو زي ما انتوا شايفين اهو، بنعصر عليها الليمون عشان ما تسودش وتبقى جميلة وحلوة اهي زي ما انتوا شايفين اهي. بصوا بقلبها كلها ايه بالليمون كده زي ما انتوا شايفين اهو، بقلبها كده اهي. والتانية هي قلبتها برضو بالليمون اهي. وطبعا ايه هناخد بقى اكياس اللي هنحطها في الفريزر وهنعبيها ان شاء الله قدامكم كده وهتعجبكم اهو، ان شاء الله هتعجبكم باذن الله اهو، عشان نطلع منها كمان ايه الهواء لما نيجي نحط فيها ايه الجوافة اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو. هحطها في اكياس اهو عشان هيجي هحطها في الفريزر ان شاء الله اهي اهي زي ما انتوا شايفين كده. احطها في اكياس عشان ايه احطها ايه في الفريزر على طول اهي اهي حطيتها اهي. ادي اول ايه من اول كيس كده زي ما انتوا شايفين بيتبطط كده بتطلع منه الهواء زي ما انتوا شايفينه كده اهو، بيتبطط كده اهو وبيطلع منه ايه الهواء بتاعه، وبيتعمل كده اهو على الاخر وبيتنى ايه كده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، وايه بيتعمل كده عشان ايه هيتحط في الفريزر على طول زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب الكيس التاني ان شاء الله ونحط برضه فيه ايه الجوافة التانية اهي اهي زي ما انتوا شايفين اهي زي ما انتوا شايفين. هنحط الكيس التاني اهو وبرضه ايه هنحطه ان شاء الله ايه في الفريزر زي ما انتوا ايه شايفين كده، هيتحط في الفريزر زي الكيس التاني اهو. انت بقى لو عندك اكياس كبيره وعايزه تحطي فيها كيلو ممكن، نص زي ما انت عايزه اهو
الكيس اهو حلو كويس، اهو بطلع منه الهوا كله، بطلع منه الهوا اهو زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين بطلع منه الهوا اهو، ونفرده كده اهو زي ما انتوا شايفين كده حلو، كله اهو بيتفرد، بعمله كده اهو، بتنيه كده وبقلبه ايه اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، كيس اهو، ادي الكيس التاني اهو معاكم اهو اهو. هنحطهم بقى ايه في الفريزر، عايزه انتي اكتر من كده وتجيبي اكياس وتحطي فيها اكتر اوكي، لكن اهم زي ما انتي شايفه حطيناهم اهم في كيسين. ويا رب دايما على خير، وكل سنه وانتم طيبين ودايما بخير يا رب، وتعملوا احلى حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.